خوتي خواتاتي وكلشي بكم مواتي. الفيلم هو قصة حقيقية وقعت لواحد صاحبنا هندي في دول الخليج. الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد جوج هنودة ناضوا باعوا سكودا في المطار ديال السعودية. نجيب وحكيم واقفين قدام الضابط ديال الباسبورات وما عارفين شنو يقولوا شنو ما يقولوش، ما كيقفلوا والو في العربية. الضابط قاد لهم المسائل، عطاهم وراقهم، داروا في حالهم كيقلبوا على الكفيل ديالهم، كيدوروا في عينيهم بحال البوجاديين ما لقاوش، واقفين كيضيعوا في الوقت. واحد اللحظه لقى واحد الهندي كيدوز التليفون، مشاو لعندو عطاو الرقم ديال الكفيل، عيط عليه ما كيجاوبش. الهندي قال لهم اليوم الجمعه عطله عندهم، النمره ديال الشركه ديال الكفيل حتى هي مسدوده وسادين اليوم. زقاهم وقال لهم الكفيل ديالكم غيكون جاي معطل وصافي. هذا ما كان. نجيب وحكيم خرجوا لبرا كيتسناو شويه، فيز واحد العربي مول الزيرو ما عندهم ما يديروا. سول نجيب التعرابط وشنو سميتو، بقى العربي السعودي داوي وراخي السلاوي وهما كيقلبوا هما كيبقلوا فيه ما فاهمين والو، بحال بين لهم راه معقول وباغي لهم الخير. ويلي ويلي ضرب دويره رجع لعندهم، خد من عندهم الباسبورات وقال لهم نتوما جايين من الهند باش تخدموا. صحابنا مع الحرمان فرحوا، داهم معاه في الطوموبيل ديالو باش يخدموا عنده. حكيم واحد اللحظه طلب من الكفيل قرعه الماء باش يشرب، قمع وقال لي فيك الهضورات بزاف، طلع وسكت. طلع اللور وبدا يزرف فيهم بحال الخرفان، غاديين فرحانين في الطريق مبردين في الطريق، شكون بحالهم الحاج ميمون. واحد اللحظه حكيم طلع الكفيل من الشارجن، بغى الكفيل يخليهم يدووا مع عائلاتهم وطمئنوا عليهم. الكفيل مسعور وقبيح، قال لي البوليس غيشدنا في الطريق وما كاين اللي يفكنا. حكيم نعس وغطى صاحبو نجيب من البرد لحقاش غامر الدفين. وصلوا للصحراء في الليل ما على بالهم بوالو. الكفيل مفيقها، عيط على واحد خينا سميتو ابو خالد، قال الحكيم ينزل بوحدو. شويه نزل مع نجيب وقال لهم حنا باغيين غير حكيم. عاودوا قالوا لي باغيين نعيطوا لعائلتنا. بزز كفيل هنا بدا يعرعر ويسب. طلب من نجيب رجع شي بس ما وقع طوموبيل وما ينزلش حتى يعيطوا لي. نجيب ما فاهم والو، مكرنخ ومجخجخ ومن الفوق باغي يخدم. دبرتي عليها. حكيم كيحاول يدوي مع الكفيل الصهيوني وابو خالد بالونجلي، حتى واحد ما فاهم الاخر. ابو خالد دا حكيم معاه فين الله اعلم، وسد الباب. حكيم تخلع وتصدم مسكين على صاحبه نجيب، تفارق معاه تفارقوا موحاش غيتلاقاو تاني. كفيل بدا يشحط فيه بالمشويطه، ما كاين غير الشحيطه مسكين. نجيب بدا يعيط على العشي ورجع مشى الكفيل مع نجيب واحد البلاصه بعيده في الصحراء الصحراوي والسماوي. كفيل عيط على واحد العربي، واحد اخر سميتو جاسر، قال لي خلي نجيب عندك حتى الصباح، ومشى في حالاته. نجيب بغى يعيط لعائلته والو ما نفاكش. جاسر قال لي سير تنعس، مو بالاشاره بقى يشوف في جاسر شي كيشوف شي، بغى يشرب قال لي سير المد قال بقى يورد عطشان. نجيب مشى ريح مورا الجمل، قفزو فيق شويه. حي نجيب من تما سول الشارف قال لي فين غنعس. دخل الخيمه بهندين فرش لي وطاح نعس. في الوقيته هادي نجيب كان خدام على راسو في البني والصيد، كيخرج الرمله من تحت الماء. تعرف عليه واحد خونا وقال لي على الكار المستورد وجاي من الخليج، وكان جابوا لي راجل اختو اللي خدام في السعوديه زعما مطفرو. اقترح عليه باش يشوف لي شي فيزا باش يمشي حتى هو للسعوديه. سولو شحال كدير لحقاش ما عندوش فلوس كافيه، يقدر يرهن الدار في شهرين يمشي ويبقى يخدم بهم، من بعد ويرجع الفلوس كامله ديال الفيزا. من بعد ما مشى نجيب وصاحبو عند راجل اختو كروفاطه، عطاه فلوس الفيزا وقال لي بعت كل شي كروفاطه نصاب. قال لي اي واحد دار بحالك في البديه يا صاحبي. سولو نجيب الا ما خرجاش الفيزا تعصب كروفاطه. قال لي واش انت مريض؟ ترى النص ديال الهند مشى للسعوديه يا صاحبي، كيخدموا تما ياك السي. واخا رجع لي فلوس ولحقاش ما تاقش فيه بغى يثبتو. اعتذر لي نجيب قال لي لا ما كنتش قاصد السي كروفاطه. مرات نجيب مريحه مع عمو كيهضروا على السفيره ديال نجيب، غادي يمشي يعرق الحمومي ومشوي. وعلى العرب عندهم الخير مشتت، ومراته ضاقت ديك الماكله ديالهم. في واحد المره ملي رجع خوها ناصر من السعوديه، طلبت موت نجيب مرته باش تعطي نجيب النوامر ديال خوتها ناصر وحسين اللي في السعوديه، لربما يحتاجوهم تما. ولكن خوتها ما مسوقينش مصمكين. شحال من مره دوات معاهم ودافعين كبير وكياكلوا الزبده والبغرير. رجع نجيب للدار قال لمرته توجد لي العيبات قبل ما يسافر. نرجعوا المشهد الصحراوي كيحلم في الصحراء. فيقوا جاسر تقعد، خرجوا وقال لي ما تبقاش تدخل هنا بلاصتك برا. حشروا دفل عليه وقال لي المسخ والغابي والهندي المتخلف وغادي يعطبوا الى شافوا مره اخرى هنايا في خيمه الشعراء. نجيب مصدوم ما فاهم والو، فاق الصباع على صوت الماعز. ضرب على الشارف الهارف كيحلب بقره، عطى
عطاه حليب باش يعطيه الكفيل. نجيب ما فهمش الرساله المشفره، شربوا في البلاط. حيدوا لي الشارف وقال لي دير جاسر صاحبي مالك مكلخ. نجيب مشى عنده الخيمه وكيدعي على راسو بالخير. شاف نجيب واقف قدام الخيمه قال لي دخل. خدمنا عنده الحليب شربه كامل بحال شي حيواني. قال لي جاسر بالعربيه سير عند الشارف وهو غيشرح لك الخدمه اللي غدير. رد عليه ما فهمت والو. جاسر تعصب وقال لي ما بغيش نسمعك كدوي بالهنديه، صدعتيني ودرتي لي الطياره. نجيب كيترجى وكيطلب قال لي جيت باش نخدم في شركه ولا يرجعوا المطار بناقص بهاد الخدمه الا كانت بحال هكا. والو جاسر ابليس وما كيرحمش. رضوا وخرجوا. قال الشارف يشرح لي الخدمه اللي كاينه. الكافي جا لهنا ومشى لعندو نجيب قال لي بغى يدوي مع كاروفاطا لحقاش هو اللي صيفطو للمهلكه معلم. هو اللي قال لي غيكون عندك دارك بوحدك وغتكون خدام في الشركه. الكفيل ما يفهمش قال لي ادخل هاك هاد الخنشه دخلها لداخل. دخل نجيب الخيمه مسخسخ حط داك الشيء بقى كيشوف جاسر والكفيل كيتغدد وكيفكر كيفاش يخليهم يفهموا. لاحوا لي جلابيه محشره عامره برغوت. نجيب بدا يشرح لهم داك الشيء اللي في الورقه والباسبور كيوريهم اوراق ديال بلي خونا كاين جاي هنا باش يخدم في الشركه. شي ورقه مدرح هادي مكتوب فيها سميت الشركه وكاروفاطا ورقه ديال الشركه. الكفيل حاقد قطع الوراق والباسبور صدمه قويه. دفعوا جاسر نجيب هز الوراق مقطعين حقد عليهم وعاقبهم مخبين شي حاجه عليه. الكفيل مريح كيطيب الخبز مع جاسر. عيطوا على نجيب مريح مسكين بوحدو ما ردش عليهم وقالوا لي تعال تقسي معانا. مشى عندهم الخيمه كلا الخبز خونا فيه الجوع ديال عامين. عطا جاسر الماء موراه نجيب ناض مشى عند الشارف الهندي كيسرح الماعز كيطلب منه وريه الطريق. هاي صحاب راسك في الدرب. صار الخطا والقفار. الهندي قال لي الطريق بعيده على الكبيده خلاه مشى. نجيب بدا يحس بالياس تكون راسو في اللي كيفكر ليا مع الزغبه ديالو في الود اللي جاي وكانوا متفقوا الا كانت بنتي سميه وصفيه والا كان ولدي سميه نبيل. تفكر ليا من الاخر فاش كانوا كيتصيفطوا معاه امو مراتو اللي كانت كتوصي لقاش اول مره غيبعد عليه وغتكون بخير. هي هذيك فاق من شاري الذكريات مشى باش يدوج. شافو جاسر صهيوني اش باغي يدير وبدا يغوت عليه وقال لي خاصك تخلص فلوس على الماء. ياك السيبو بندر مش منظر زوينه هادي. قال لي ناجي محتاج الماء باش ندوج. جاسر تجاهل الهضره وقال لي استعمل الرمله واني راسك. نجيب تبع جاسر وعرفوا عنده المشايط في سيتيرنا. كاين واحد خونا مكلف فيها مشى لعندو نجيب وطلب منه وصلوا الطريق اللي غادي ليها. شويه جا الكافيه خرج من الجنب بدا كيدوي مع مو السيتير. سولو واش قال لك الهندي شي حاجه باش هربوا. مول المنكر ما بغاش يفرشوا. الكافر والله حرام شحطوا برويده اللي في راسو وقفوا نجيب عند حدو. كافير تعصب مشى جبد الجويجه ديال الحجل يهدد بها نجيب اللي ما تزراش وعاود ضربوا للراس. غيب وحطوا قرطه وقال لي مره اخرى غتعاود تقاوم غنصفيها ليك وندفنك في الصحراء. نجيب بان لي المديس في الرمله وبدا يتفكر فاش كان في شهر العسل مع الزغبه ديالو كيعوموا فرحانين تاش داك اليوم وكانوا عايشين قصه حفاق من القلب على الشموشه ديال الصباح. حاقد ومهموم على البارح واليوم. الليل مع الشارف كيرعى الجمل يشوف فيه نجيب هو يسولو قال لي شحال من عام وانت خدام هنا. الشارف كئيب سنانو لوبيا بدا يغني زعما ما على بالوش وضاربها بركله في الصباح. عاوتاني جاسر قال نجيب باقي ناعس حتى لهاد الوقت بحال نجيب داير الديفو ما مطلعش التيفو. جاسر كيحلب الماعز وما عرفش كيفاش يدير. جاسر قال نجيب بالبالي نتايا كيحاول نجيب ماشي بدوي المعزه تملصات اللي هربت اللي جاسر بدا يعلمو كيفاش يحلب وهو كيسول على الشارف. غبر ما عرفت فين جات جاسر ما جاوبوش ومصمك عليه. عندك خدمه هي تحلب هاد الماعز دغيا هي دغيا ولا غيشبكها مع نجيب الزره واضطر يبدا خدام. قبل الوضعيه شويه الحواله بداو كيتناطحوا بدا كيفكهم ما عرفش نطحوا حولي من اللور طاح ناض مسخسخ بحال مضارب. تقابل مع خروف قدامه وز عينيه هو يدخل في طاسيلته طيحوا دوده فوق الرمله والضربه خايبه. جا الكفيل بالجمال ضرب بالجويجه غنم هربوا. مشى لعند نجيب لقى مغيب خوا عليه المفيقه شفيق. عطاه الماء بالقياس قال لي تقاعد جمع الحواله. رجعوا كسابوا في العذاب. نجيب ما قادرش يتحرك كاو. جات المعزه الصغير وحده بحال حسات بيه عيطات على المعز كلهم تجمعوا عليه الحيوانات حسوا به. الرحمه نزلت عليهم. عندك معزه وقع حاقد هو كالعصا داس ليام وشهور واعوام والحياه واقفه عنده. شاف في المرايه تصدم باللحيه اللي كبرات والشكل بحال شي متشرد. الكافر غفلو وهرس المرايه يا مرايه باش ما يشوفش فيها عاوتاني. وجات سولو على كمالته واش باقي عاقل عليها. خدا طريف من الزجاج باش ينقص من اللحيه. الطابع عنده ما عرفش يا دنيا شحال صعيبه. هز بالقهره والدلوز عيني السما كيطلب حس براسو مظلوم هكاك فابور حياه لا ترحم. قرر باش ينتحر. فلسفه الانتحار غتبدا. واحد اللقطه شاف سقوره كيهبطوا قاصدين شي جوته تخلع شافها عرفها ديال الشارف اللي كان معاه اول. حارب سقوره باش يبعدوا على الجوته شويه. مشى ريح كيشمشي العيبه مصايبه لي مرته طلامس ولا ما عرف داكشي. بدا كيعيط لها
ساعه ومحتاج ليها بحال شي مساطي كيجري يفركل وكيسركل. الكفيل ضرب عليه من بعيد، ديمار الجمل غادي يتابعو كيسحبو غيهرب، ضربو بمو كيحلق ورطاس الرجال العاقه نجيب مقوت وكيغوت. نزل من الجمل جاد كمل عليه وعايرو قال لي انت كلب وغتبقى كلب. في الليل نجيب مربوط وسط المعاز، فك راسو بقى غادي بشويه بشويه كيسمتل، موعاد يقلب على الماء شرب منين كيشربوا البهايم. زاد كمل عليه وعايرو قال لي انت كلب وغتبقى كلب. في الصباح كنشوفو نجيب كيسرع الغنم وفراسو شي كانار ديال منار، بدات كتصب الشتا تخبى مع الغنم تحت الصخر كياكلوا من بدها مع الغنم. شويه كيسمع صوت الغنم جاي من بعيد، ناضي يشوف منين وشكون وكيفاش. تصدم ولقى حكيم عنقو عرفو من صوت، وحكيم تا هو بحال متشرد ولا حيتو دار شي ارهابي. نجيب قال لي خاصنا نعلقو ما عندنا ما نديرو هنايا. نجيب قال لي ما يمكنش، حاولت شحال من مره وما صدقاش ليا. حكيم خلى رساله لنجيب، جا الكفيل نجيب تبت في بلاصتو باش ما يعاقش بيه. خد الرساله درقها بما مشى الكفيل، قرا في الرساله باللي هنا الكفيل ضربو وتعدى عليه وشاف واحد خونا ودوا معاه وعاود لي على واحد افريقي خدام معاه سميتو ابراهيم باغي شي ابراهيم يعاونهم باش يهربوا. نجيب مسكين فرح وحس بالامان، ما هناك حياه هناك امل. موراها تلاقى نجيب مع حكيم ومع ابراهيم، سلم عليه وعرفوا على راسه وقال لي بنتي بما قالها والو غتزوج وسين معوج وكلشي غيكون حاضر ناظر وغتكونوا معايا وفرصه ما كتعوضش. في الليله اللي قبل العرس نجيب محبوس مع الغنم والاخرين كنشوفوهم ناشطين ما بحالهم، حد كيغنيو كيقصيو بخير. مشى الكفيل عندهم ولا حليه طرف ديال اللحم بحال شي كلب. في الصباح جا سير باش يحضر العرس، غادي كنقول لك مهنتك ومسرنتك ومأنك. كيوصف نجيب باش يبقى عاس على الغنم لحقاش خونا ما غيرجعش حتى لبعد غدا. مشى القرد ديال جاسر نجيب هو يحل داك الروبيني وبقى عايش بالمية العذبه. بدل الحوايج اللي كان جايبهم معاه ولاو كبار عليه، كيحاول يلقى شي خيط السروال ومسائل ديالو تعايش واخا ما حاملش. مرغما اخاك لا بطلا عطى الغنم الماكله وبقى في الحال لحقاش كانوا ديما معاه وكان موانس معاهم. نشوفوا هز حوايجو مشى مع حكيم وابراهيم، تعطلوا طاع عليهم الليل. حكيم عيا وطلب منه ابراهيم يبقى مع نجيب وعفريت يسلتو يمشي يجيب ليهم الماء من اي خيمه. خونا منحوس مالي الخيمه ورقوا وتبعوا علقوا كاملين سكرتع. في الصباح هما ثلاثه بيهم في الصحراء والطنطينه ما هازين حتى حاجه. حكيم كيسول ابراهيم واش غاديين في اتجاه صحيح ولا الطريق العوجه، غاديين في جهه الشمس غاديين سخفانين شويه بان ليهم جمل ميت سكوليط. حكيم خاف وتزرى وتنبا بالمسار ديالو اللي بحال هاد الجمل بسبب الحراره اللي كتبخ الراس. عياو وتوضاو بالرمله وبداو كيصليو جماعه. دفعه خرجت ليهم من الرمله، ناض بعد وتقعد شويه وكان غيموت كيترعد. قال لي ابراهيم بقى في بلاصتك وما يتحركش هكا باش الفاعل ما يحسوا بوالو. نجيب عيا من طريق رجلو بدات كتنفخ بقوه السخونيه. ديبانا ابراهيم بشي لعيبات وقدر في الاخر يتمشى عادي غاديين في الطريق وكيهضروا الشمس دقدق فيهم. حكيم طاح الارض سخف قال نجيب انت السبب في هادشي اللي باغي تعربنا وكنا وسط الغنم احسن من هنايا. ابراهيم قال لي اسكت شويه، بدا يصلي بقى كيذكر الله والدعاء وداك الشيء طريق طويله فحال ما عندهاش نهايه. ابراهيم العزي صحيح هز حكيم في ظهره وتمو غاديين. حكيم واحد اللحظه هرب ليه، بدا يتخيل كيشوف الرمله بحال الماء بدا ياكل في الرمله ما شعرش ما خلاش صاحبو شويه تقيد دم. نجيب تخلع عليه كيعتق فيه والو. ابراهيم عرفو غيموت مات حكيم. هاد اللحظه على غفله العاصفه الرمليه جايه ونجيب ما بغاش يتفاك مع صاحبو. مشى جرو ابراهيم باش يبعدوا على العاصفه، وصلتهم العاصفه ما طرا ليهم والو. هدات العاصفه وكلشي صفى. نجيب كاعي وكيبكي على صاحبو اللي مات. عياو بجوج. ابراهيم ما قدرش يكمل الطريق، طاحوا كاو الجحيم. نجيب رجليه تحرقوا بالسخونيه معذب. خرجت واحد السحليه تبعوها عالم. تلقاو الماء في واحد ضايه صغيره والنخل داير بها. ابراهيم ما خلاش نجيب يشرب منها دقه وحده يقدر يموت. شربوا نقطه نقطه ريق بلا ما تعيق. هكذا غاديين يلقاو الغلاف ديال بيمو والاطراس ديال الروايد ديال الطوموبيل. فرحوا وعرفوا راه قربوا الطريق الرئيسيه. حسوا بالعيا عاوتاني ملي ما لقاوش الاخر ديال الطريق. فاق نجيب ما لقاش ابراهيم، خلى لي قرعه ديال الماء وتمره وعرف ابراهيم استسلم ومات. نجيب بقى وحداني كيعاني، كمل طريق بوحدو، شرب اخر قطره ديال الماء وما عارف شحال ديال الطريق باقي تما. شويه صاحبو نتفاجأ ولقى راسو الشانطي شد سطيبا كلشي خاف منه. حتى واحد ما وقف ليه ديك الساعه. من بعد مده هزو واحد السعودي في الطوموبيل عطاه الماء كيشرب. قال لي شكون جابك هنا؟ وصل للمدينه ما متيقش راه وصل. شكر السعودي اللي وصلو، تلاقى تما مع الهنوده تهلاو فيه. رجع بنادم، جابوا ليه الطبيب ريح معاهم ورجعت فيه الروح. دوا مع عائلته في التليفون، سمع صوت ولده الصغير نابين. مشى عند البوليس باش يصاوب ورق جداد وباسبور جديد. شاف التصويره ديال ابراهيم معلقه مع المفقودين. نجيب واقف مع الناس اللي هاربين مع الكفيلين ديالهم. نجيب ايوا
ويبان ليه العربي المتحجر ويتخلع قدام البوليس. زاد ترعد ملي جا لعندو قال لي كون كنت الكفيل ديالك غنعذبك اكثر من هادشي. وفهمنا جيب ان هاد الصلعومي ماشي الكفيل ديالو الحقيقي، غخونو من المطار واستغلو. تعصب ولبدها ما كراش يقتلو. نجيب بقى في الحبس 3 شهور، خرج من السعوديه غادي لبلادو، شوف حبابو ولادو خاور ويفاض مع ناس غاديين مع شي هاز الباكاج شي هاز السلعه. هو الله كريم. حتى لهنا سال الفيلم ديالنا. كان معكم العرندس.